تدشين عدد من الفضاءات العلمية والبيداغوجية كان موضوع زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور كمال بداري لجامعة الجزائر 3. بداية هذه الزيارة كانت بالاطلاع على معرض للمؤسسة الناشئة، أين وقف السيد الوزير على أهم المشاريع الاقتصادية المنتجة. كما تم تدشين مقر المؤسسة الفرعية الأكاديمية الرياضية لجامعة الجزائر 3، والتي بدأت نشاطها لتحقيق النهوض بالرياضة الجامعية وجعلها أكثر احترافية. ونحن موجودين في جامعة الجزائر 3. حققت هذه الجامعة لحد الساعة من 2024 إلى يومنا هذا استحداث 50 مؤسسة مصغرة، ونتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 150 مؤسسة مصغرة حتى نهاية هذه السنة. مؤسستين ناشئتين، ونتوقع أن يصل هذا العدد إلى 26 مؤسسة مصغرة إلى غاية نهاية هذه السنة. 3 مؤسسات فرعية رقم أعمالها لحد الساعة 14 مليار سنتيم، ونتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 20 مليار سنتيم حتى نهاية السنة، وتوظيف 70 عنصرا بين متعاقد وتوظيف مباشر. هذه الجامعة التي تقود قاطرة الجزائر المنتصرة والجزائر الجديدة تعمل من أجل تحقيق هدف أن تصبح بالفعل الجزائر معقلا للعلم والتكنولوجيا في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا حتى 2029. بعدها قام السيد الوزير بتدشين عدد من المرافق التي تعد دعامة لمرافقة الطلبة في تحقيق مشاريعهم كمقر الواجهات ومسرعة الأعمال الجامعية، بالإضافة لتوطين 6 مؤسسات ناشئة تابعة لجامعة الجزائر 3. وفي ختام هذه الزيارة أشرف السيد الوزير على توزيع شهادات التمويل للنماذج الأولية ممولة من ميزانية حاضنة الأعمال لجامعة الجزائر 3، والتي تخص 26 مشروعا مبتكر. كما تمت برمجة لقاء تحفيزي مع حاملي المشاريع المبتكرة لمركز تطوير المقاولاتية لجامعة الجزائر 3، والذين حصلوا على تمويل قدره 90% لمشاريعهم المبتكرة.